يسأل السائل عن حكم الدعاء للإمام الظالم. الحكم بالدعاء للإمام الظالم لا بد أن تنظر مصلحة الإسلام والمسلمين. فإذا كان لو قتل هذا الظالم أو مات ربما تشتعل الدنيا فتنا فلا بأس بذلك أن يدعو له، أو ربما يهجم أعداء الإسلام لأنهم كانوا يخافون منه، يهجمون على ديار الإسلام فلا بأس أن يدعو له. أما إذا كان ظلمه على الشعوب كما هو شأن حكام عصرنا فلا بد أيضا كذلك من النظر في هذا. فالكثير من الحكام على ما فيه من البلاء خير من الثورات والانقلابات واشتعال البلد فتنا. فصحيح الذي يدعو إلى الفتن أو إلى تحريض الناس على الخروج على الحاكم أنا أعتبره مخطئا، لأنها ربما تشتعل فتنا، فالأولى أن يفقه الناس في دين الله، وإذا علم الناس دين الله هم سيرفضونه من أنفسهم، كما مر الحجاج بن يوسف ووالده بمذكر يذكر الناس بسيرة أبي بكر وعمر، فقال الحجاج لو أن لي من الأمر شيئا لقتلته. قال أبوه، وكان أبوه رجلا صالحا، يا بني ما أراك إلا شقيا، تقول لرجل يذكر الناس لو أن لي من الأمر شيئا لقتلته؟ قال إنه يذكر الناس بسيرة أبي بكر وعمر، وإذا علموا سيرة أبي بكر وعمر أبغضوا أمير المؤمنين. فماذا يا أخوان؟ وهل هو في ذلك الوقت عبد الملك أم هو سليمان بن عبد الملك؟ فأنا أقول إنه يبدأ بتعليم الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الدعوات إلى الثورات والانقلابات. نعم، والداعي إلى الثورات والانقلابات داع إلى الفساد وداع إلى سفك دماء المسلمين، حتى الحاكم الذي أعتقد كفره أنا أقول إنه ما ينبغي ماذا الاصطدام معه بالحديد والنار، فترجع على رؤوس المساكين وتسفك دماء المسلمين من ها هنا وهناك، أي من الجانبين. فينبغي أن يناصحوا وأن يهتم بالعلم والتعليم، والله المستعان.